الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهداهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مشاهدي الأكارم، لا يزال الحديث متواصلا بشأن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمتيه، أمة الدعوة وأمة الإجابة، ولا زلنا نتحدث عن تعامله عليه الصلاة والسلام مع فئة النساء، تعامله صلى الله عليه وسلم مع فئة النساء. واختصارا للوقت كان من عادته أيضا عليه الصلاة والسلام يحفظ المعروف لأهله منهن ويراعيه. هذه صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم، يحفظ المعروف. فإذا أسدي له معروفا صلى الله عليه وسلم من أي بشر كان، فإنه كان يحفظه صلى الله عليه وسلم ولا يضيعه أبدا. هذه من الصفات العظيمة التي تدل على أنه نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم. والمواقف كثيرة، ولكن نذكر منها موقفين. الموقف الأول هذا الحديث الذي بين أيدينا، هو حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا. الإسراء هو المشي بالليل. أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة، يعني نمنا نوما ثقيلا، لا وقعة أحلى عند المسافر منها، يعني ناموا نوما عميقا نتيجة للإرهاق والتعب. فما أيقظنا إلا حر الشمس، يعني فاتتهم صلاة الفجر، وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما أيقظنا إلا حر الشمس. وكان أول من استيقظ منا أبو بكر، ثم فلان وفلان، ثم عمر بن الخطاب كان الرابع من المستيقظين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لا يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، مشاهدي الأكارم، فبالتالي الصحابة لا يجرؤون في إيقاظه حتى هو يستيقظ بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، يعني الناس فاتتهم صلاة الفجر، وكان رجلا جليدا أجوف، يعني فيه من الشدة والغلظة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فأصبح يقول: الله أكبر الله أكبر. ولذلك حتى يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة غير مباشرة، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير، ارتحلوا. نعم، قال لهم لا ضير، يعني لا إشكال، لأن الحقيقة يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. فأحيانا لسبب ما لما تفوتك صلاة الفجر فتنام نوما عميقا، أحيانا لا بأس، فوقت الصلاة تكون حينما أنت تستيقظ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلا تنزعج، فهذا يعني حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يفوتون صلاة الفجر وبتكرار ودائما
يفوت ويستند على هذا الحديث فهذا حقيقة استدلال باطل في غير محله. فالنبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته محافظ على صلاة الفجر جماعة مع المسلمين، ونادر ما تفوته عليه الصلاة والسلام، بل حسب علم لم تسجل أنه فاتته صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام عن وقتها إلا في هذه القصة، والعلم عند الله. فالحاصل مشاهدي الأكارم أن من يعني يهمل في صلاة الفجر ووقتها ويضبط الساعة على الوقت، على وقت العمل، ولا يضبط الساعة على صلاة الفجر، فهذا إهمال، وهذا والعياذ بالله غفلة وعدم الاهتمام بما أوجب الله عز وجل من أداء الصلاة في وقتها. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن يفوت الصلاة اليوم ثم غدا وبعده والأسبوع الأول والشهر الثاني والثالث فيصبح نادر ما يصلي جماعة مع المسلمين، أو نادر ما يصلي في وقتها، ويقول لك النبي عليه الصلاة والسلام فاتته الصلاة. ثم يستدل أيضا بذلك الرجل الذي إذا نام لا يستيقظ حتى تطلع الشمس، يستدل بهذا الحديث الذي أجاز له النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إذا استيقظت فصلي. يستدل بهذا وهو قادر على أن ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا. فهذا بصراحة من يفوت صلاة الفجر هو مهمل والعياذ بالله، ويعني يخشى عليه العقوبة من الله سبحانه وتعالى. فلا أحد يحتج بهذه القصة لأنها قصة نادرة، ولذلك من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ارتحلوا. قال ارتحلوا لماذا؟ لأن المكان أصبح مكان فيه الشياطين التي يعني تضغط على الإنسان حتى ينام ويفوت صلاة الفجر، فبالتالي لزم الانتقال من هذا المكان إلى مكان آخر، فارتحلوا حتى وصلوا. قال: فسار غير بعيد، يعني ارتحل فقط من المكان الذي كان فيه مسافة بسيطة، ثم نزل فدعا بوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. إذن صلوا الناس، فلما انفتل من صلاته يعني انتهى من صلاته عليه الصلاة والسلام إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نظر فإذا بشخص يعني لم يصلي. لما لم تصلي؟ قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم. مشكلة كبيرة أن الإنسان يختلف ويتخلف عن إخوانه في أداء الصلاة. فقال: أصابتني جنابة ولا ماء، يعني أصابتني جنابة، احتلم وليس هناك ماء يغتسل به من أجل الصلاة. فقال له عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الصعيد هو التراب الذي يعتلي الأرض، عليك بالصعيد فإنه يكفيك بمعنى يكفيك عن الماء. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا ودعا عليا. دعا شخصين، فلان لم يذكر هنا في هذا الحديث، وعليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. فذهب فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبا فابتغيا الماء. فبينما نحن نسير إذ نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين من ماء على بعير لها. يعني الصحابي الجليل هذا ومعه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاهما جميعا، ووجد في الطريق امرأة تركب بعيرا وسادلة رجليها بين مزادتين. المزادة هي وعاء أو شيء يصنع من جلد فيه ماء أكبر من القربة. القربة تعرفونها اللي هي يعني يستخدمونها بهذا الحجم تقريبا في الماء، معروفة القربة يعني لها وكاء وسقاء، لها وكاء يعني يربط، وسقاء يعني مثل البسبوس. المزادة أكبر منها. المهم هذه المرأة عندها مزادتين وهي امرأة مشركة، عندها مزادتين، هي امرأة مشركة، وجدوها. شوف الآن هؤلاء الصحابة مسلحين وعندهم مهمة البحث عن الماء. شوف عسكر مسلح عنده مهمة البحث عن الماء. من وجد هذه المرأة عندها ماء كثير في بعير لها. قال: فقلنا لها: أين الماء؟
قالت أهياه أيهاه 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 لا ماء لكم. أيهاه أيهاه بمعنى اسم فعل، يعني كأنها تقول هيهات هيهات، ليس لكم هنا ماء ولن أعطيكم الماء. قلنا فكم بين أهلك وبين الماء، يعني كم المسافة؟ قالت مسيرة يوم وليلة. يعني الآن هي تقول لهم أن هذا الماء لأهلي ولأيتامي، فهي امرأة ذات أيتام، بيني وبين أن أصل إلى قومي مسيرة يوم وليلة. قال لها انطلقي إذن، يعني الصحابيان قال لهذه المرأة انطلقي. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ، وكانوا يسمون الصابئ الذي غير دينه، الصابئ بمعنى الذي غير دينه. قالوا لها هو الذي تعنينا فانطلقي، يعني ما أحبوا أنهم يدخلون معها في جدال ويقولون لها أن دينه دين حق وكذا. قالوا انتهوا، قالوا هو الذي تعني. يعني الخلاصة أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام فعلا الذي أتى بدين حق ونقض دين الكفر والفجور ودين الظلم ودين الشرك. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هي أطاعتهما عسكر مسلحين وقالوا لها تفضلي قابلي النبي صلى الله عليه وسلم، فأطاعتهما وأتت وحدثاه الحديث، يعني أخبروه بخبرها، فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها متمة لها صبيان أيتام. يعني أيضا هي رفضت أن تعطي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الماء ليس ملكا لها إنما هو ملك للأيتام ولأهلها، وأنها يعني لا تتنازل عن هذا الماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام استنزلوها عن بعيرها، يعني أنزلوها عن بعيرها، طلبوا منها أن تنزل فنزلت. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالي. العزالي يعني أشبه ما يكون بالحنفية التي تخرج من المزادة باتجاه الماء. ففتح النبي عليه السلام هذه العزالي على الإناء الذي دعا به صلى الله عليه وسلم. الآن هي نزلت من الجمل واتجه النبي عليه السلام إلى جملها وأتى بوعاء وفتح هذه المزادتين على هذا الوعاء، والماء للمرأة. لاحظوا أن الماء للمرأة. ونودي في الناس أسقوا أسقوا، يعني بمعنى أنكم خذوا من هذا الماء واستفيدوا منه واشربوا منه. قال الصحابي الجليل عمران بن حسين الراوي فشربنا ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا. تتخيل كم الكمية التي تكفي 40 رجلا أن يشرب حتى يرتوي، كمية كبيرة. توقع المزادتين هذه ما تكفيهم، يحتاجون يمكن عشرات المزادات. بصراحة لم أقس كم متر مكعب يكفي المزادة، لكن القربة ممكن تكفي 10. القربة أن شخص يشرب حتى يرتوي، ربما 10 أشخاص، وخصوصا أشخاص مثل الصحابة وعطاش وفي سفر، قربة تكفي أعتقد 10 يشربون. فإذا قلنا 10 المزادة كم تكفي؟ تحتاج حقيقة إلى قياس دقيق. الشاهد أن الصحابة شربوا 40 رجلا حتى ارتووا، تمام، من ماء هذه المرأة. لاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام من دينه لا يأخذ أموال الناس بالباطل، وهذا الآن ما يؤخذ من هذه المرأة. لاحظوا هذا. وطبعا الناس شركاء في الماء، يعني ما لا يحق لك أن تمنع الناس، ومع ذلك
دعونا نكمل القصة حتى تعرفوا يعني قيمة هذا الدين وعدل هذا الدين. قال حتى روينا، لا ليس هذا فحسب، بل وملأنا كل قربة معنا وإداوة، يعني القرب اللي كانت معهم أيضا ملؤوها. يعني تخيل كل 40 رجل عنده قربة وعنده إداوة. الإداوة أيضا إحدى حوافظ الماء لكنها أقل من القربة، يعني شربوا وكانوا عطاشا وملأوا قربهم وملأوا جميع الإداوات، تمام، غير أن لم نسق بعيرا. البعارين التي كانت معهم ما شربت. يقول وهي تكاد تنضرج من الماء، يعني المزادتين. ايش معنى تنضرج؟ يعني المزادتين رغم خروج هذا الماء الكثير منها لا تزال منتفخة، تريد أن تنفجر من كثرة الماء فيها. الله أكبر. طيب كل هذا الماء من أين جاء؟ الآن المرأة تشاهد هذا المنظر، هذه مشركة تشاهد هذا المنظر وتشاهد ماءها، شرب منه 40 رجلا وأخذوا أيضا زاد لهم في قربهم وإداوة، وجميع الإداوات امتلأت، ولا تزال تشاهد هذه المرأة المزادتين مليانة ملأى بالماء. لم تكتمل القصة، واصلوا معنا. قال الصحابي وهي تكاد تنضرج من الماء، يعني المزادتين، يعني تكاد تنفجر. وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرغه عليك. تمام. آخر شخص كان هذا الذي أصابته. تتذكرون في بداية القصة النبي عليه الصلاة والسلام شاف رجل ما صلى، ما منعك أن تصلي؟ ما في أحد يتخلف عن الصلاة، المؤمن لا يتخلف عن الصلاة. نعم. فقال الرجل أصابتني جنابة يا رسول الله. قال كان يكفيك عليك الصعيد، يعني أعطاه فائدتين. الفائدة الأولى أنه يكفيك الصعيد الطيب. الفائدة الثانية هذه، قال له اذهب فأفرغه عليك، لأن الإنسان إذا تيمم من جنابه فوجد الماء يجب عليه أن يتقي الله ويمس جسده الماء كما في الحديث الشريف. فأعطاه. هذا كان آخر شخص يأخذ الماء من مزادتي هذه المرأة. نعم. قال الراوي وهي قائمة تنظر ما يفعل بمائها، مستغربة ايش اللي قاعد يحصل في مائي، ما الذي يدور في مائي، متعجبة. قال وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها. شفتم؟ يعني يقسم الصحابي يقول وأيم الله والله العظيم إن المزادتين الآن كأنها أكثر ماء مما لما جابوها الصحابة لنا مع هذه الحرمة. وهذا شيء طبيعي. لماذا؟ لأن بركة النبي عليه الصلاة والسلام، بركة دعائه، وهذه آية من آيات النبوة ومعجزة من معجزات النبوة تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. وحاشاه أن يأخذ مال غير عليه الصلاة والسلام، وهو الذي علمنا وأرشدنا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إلا في الماء قال الناس شركاء في ثلاثة، ومنها الماء. يعني الماء إذا كنت في الطريق لا يجوز لك أن تحرم الناس، خاصة إذا كانوا عطشا ويريدون أن يموتوا، فإنك تقاسمهم بقدر الحاجة. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا الماء ولم يأخذ منه قطرة، إنما فقط هو سبب من الأسباب لكثرة المياه. نعم. ليس هذا فحسب، القصة لم تنتهي. مع كونه صلى الله عليه وسلم يعني بفضل الله، بفضل بركة دعائه عليه الصلاة والسلام، صب على الناس هذا الماء الكثير وشربوا وملأوا قربهم، وهذه المرأة تنظر لم ينقص من مائها شيء أبدا. فوق هذا انظروا ماذا قال عليه الصلاة والسلام،
قال اجمعوا لها، اجمعوا لها. ماذا يجمعون؟ قال فجمعوا لها من عجوة ودقيق وسويقة حتى جمعوا لها طعاما كثيرا، فجعلوه في ثوب وحملوه على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. الله أكبر. هذا هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. وهذه امرأة، يعني ما قالوا هذه امرأة ضعيفة وأخذوا مالها وأبكوها وقالوا لها اذهبي بلا ماء. لا 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 لا, لا أبدا. لم تأتي النبوة ولم تأتي لم يأتي الإسلام إلا بخير، ولم تأتي النبوة إلا بالعدل. لم تأتي النبوة إلا بالعدل والقسط. قال النبي عليه الصلاة والسلام مكافأة لهذه المرأة قال اجمعوا لها. فبدأ الصحابة يجمعون لها من الطعام الذي عندهم عجوة. تعرفون تمر العجوة؟ تمر العجوة بالمناسبة هو تمر من تصبح به 7 تمرات لم يصبه سم ولا سحر. يعني شخص أكل 7 تمرات ثم أكل سما لم يضره. ما السر؟ الله أعلم. تمر العجوة بالذات، عجوة المدينة، يعني لا يصبه سم ولا سحر. هناك أسرار لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. إذا بحث الأطباء والمتخصصين ما السر في كون السم لا يصيب من تصبح ب7 تمرات، ويقول لك تصبح يعني في الصباح وعلى الريق يأكل 7 تمرات من تمر العجوة لم يصيبه سم ولا سحر. يعني يحتاج الواحد حقيقة يبحث عن هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يخطئ الأطباء ولا يخطئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأبحاث الطبية تتغير ما بين يوم وليلة لأنها جهد بشري، أما هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. فقال جمعوا لها عجوة ودقيق، يعني جميع من الدقيق، وسويقة. هل ذقتم سويقة؟ ابحثوا في النت وادخلوا ايش معنى سويقة. السويق هو الذي الماء الدقيق الذي يخلط بالتمر، السويق إن لم تخن الذاكرة. فجمعوا لها. على كل حال لا ندخل الآن في الأطعمة ونخرج عن مسار حديثنا وقصتنا مع هذه المرأة التي رأت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بين يديها. وهذا بالحقيقة أيضا فضل الله يتم. اختار الله هذه المرأة لتكون هي التي تسقي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام أفضل من طلعت عليهم الشمس. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ أعطوها هذا الطعام ووضعوه في جملها. ما الذي حدث؟ فاصل ونكمل مشاهدي لك الله وبركاته. نكمل قصة المرأة التي سقت النبي صلى الله عليه وسلم ماء من مزادتين لها. بعد أن جمعوا لها الطعام ووضعوه في جملها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي فأطعمي هذا عيالك، واعلمي أن لم نرزق من مائك شيئا، أي لم ننقص من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. لاحظتم؟ يعني ماءها لم يأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا قطرة واحدة، بل يتوقع الصحابة أن ماءها قد زاد. وهذه هي النبوة وهذا هو العدل. هذا تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المرأة بكامل الاحترام والتقدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم لا تتوفنا إلا على هذا الدين العظيم، واجعلنا من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين. قولوا آمين. آمين. قال فأتت أهلها وقد احتبست عنهم. قالوا ما حبسك يا فلان؟ يعني تأخرت عن موعدها، أنها كانت مسيرة يوم وليلة، لما وصلت تأخرت بسبب أن قالت العجب يعني الذي أخرني العجب. لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ، يعني تعني النبي صلى الله عليه وسلم،
ففعل كذا وكذا، وقصت لهم القصة كاملة. فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، وقالت بإصبعها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شوف، لأنها مشركة تقول على أنه ساحر، أسحر إنسان ما بين هذه وهذه، تقصد السماء والأرض. يعني لا يوجد أسحر من النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون ساحرا. ثم قالت أو إنه لرسول الله حقا. وهذا هو الحق، أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم تنتهي القصة بعد، انتظروا. قال فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. يعني إذا كان هناك قتال ضد المشركين فإنهم يأتون إلى كافة الأحياء ويتركون الحي الذي هي تعيش فيه مع قومها، لا يصيبون، احتراما وتقديرا لهذه المرأة التي سقت النبي صلى الله عليه وسلم وسقت الصحابة الكرام. فقالت يوما لقومها، يعني كلما أغار الصحابة الحي هذا تبعها ما يلمسونه. الله أكبر، شوف الأخلاق، شوف الوفاء بالعهد، إن حسن العهد من الإيمان. شوف كل ما يجوز يقول لك لا تمسوا هذا المكان. ولعل أيضا مشاهدي الأكارم كون النبي عليه الصلاة والسلام قال للحبشة اترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم. في مسند في سنن ابن ماجه، في سنن ابن ماجه بإسناد حسن، حسنه أظن الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه اترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم. قال العلماء السر في ودعوا الحبشة ما ودعوكم، يعني لا تتجهوا للحبشة بالحرب. لماذا؟ للحسنة التي قدموها للصحابة حينما استقبلهم ملك الحبشة، وكان ملكا عادلا وعاشوا عنده بأمن وأمان. استقبل الصحابة الذين هم أول المؤمنين على وجه الأرض، اتجهوا بدينهم إلى أرض الحبشة. إذن هذه الأرض لها فضل بعد الله على الإسلام، ولذلك الإسلام من عدله وسماحته أنه يحفظ لصاحب الفضل فضله ولو كان كافرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ودعوا الحبشة ما ودعوكم. أنت تلاحظ لما تقرأ التاريخ فتوحات باتجاه المشرق، ما في أي فتوحات باتجاه الحبشة أبدا، إلا ما كان من بعض المحاولات في عهد عمر بن الخطاب وفي عهد ما بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حاولوا أنهم يتجاوزون كذا. أما غير ذلك فليست هناك فتوحات عظيمة كما كانت تحدث باتجاه المشرق. وهذا هو يعني الوفاء بعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكون وفى لهذه المرأة. فكان الصحابة كلما اتجهوا للقتال ضد المشركين ومروا على هذا الحي تبع هذه المرأة يتركونه، لا يصيبونه. فقالت هي هذه المرأة يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم، فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. يعني قالت لهم هؤلاء الناس الذين يتركونكم لا يتركونكم من غير فائدة، يعني هم طامعين في إسلامكم حتى تدخلون في هذا الدين العظيم وتخرجون من دين الشرك والبدع والخرافات والخرافات. لاحظتم؟ فأطاعوها ودخلوا، لأنهم لاحظوا هذا الاحترام والتقدير لهذه المرأة، وأيضا ببركة يعني هذه المرأة خرجوا والعياذ بالله من الظلمات إلى النور، خرجوا من الظلمات والعياذ بالله إلى النور بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه هي القصة، انتهت بإسلام هذه المرأة وإسلام قومها أيضا وخروجهم من الظلمات إلى النور. انظروا إلى هذا العمل العظيم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
حفظ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا المعروف. أما القصة الثانية فهي أيضا قصة حدثت النبي صلى الله عليه وسلم يرويها أهل السير بأسانيد مختلفة، ولكن هي ثابتة في المراجع التي تؤرخ للسيرة النبوية كابن هشام وسير ابن إسحاق وكتب الإمام السمهودي وغيرها التي تتحدث عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا الهجرة. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة المنورة مر بمنطقة اسمها وادي قديد، وإلى هذا اليوم الوادي معروف. وادي قديد يبعد عن مكة تقريبا 150 كيلو، قريب من رابغ. وادي قديد قريب من رابغ. هذا الوادي مر به النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط. هؤلاء كلهم كانوا يمشون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق وعمرو بن فهيرة وعبد الله بن أريقط. عبد الله بن أريقط هذا من بني الديل، كان مشركا، وعمرو بن فهيرة وأبو بكر كانا مؤمنين. عمرو بن فهيرة هذا كان غلام لأبي بكر، فمروا يعني أصابهم العطش والجوع وأرادوا زادا، فمروا بامرأة جدلة، يعني كانت قوية، تسمى أم معبد، واسمها عاتكة بنت خالد الخزاعية. هذه المرأة جاءها النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليها وقال لها: هل عندكم زاد أو طعام أو ماء يا أم معبد؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام طلب منها زادا، فقالت: ما أعوزكم القرة، يعني ما عندنا شيء نضيفكم به، والشاه عازب. وكانت تلك الفترة فترة قحط، والشياه قد ذهبت مع أبي معبد من أجل أن تسرح، ولم يكن عند المرأة شيء. فوقع نظر النبي صلى الله عليه وسلم عينه في شاة داخل الخيمة. شاه داخل الخيمة، شاه يعني غنماية إن صح التعبير، أو خلينا نقول أنها غنم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما هذه يا أم معبد؟ قالت: هذه خلفها الجهد والمرض عن سويحباتها، يعني مريضة وضعيفة، ما فيها لا ماء ولا فيها لبن، يعني ليس فيها لبن حليب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل تأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: احلبها بأبي أنت وأمي إن كان فيها حلابا. هكذا روى أهل السير، قالت: بأبي أنت وأمي، تفديه بأبيها وابنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم تكن مؤمنة، كانت مشركة أيضا في هذه الفترة. فأذنت النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل الخيمة وسمى الله سبحانه وتعالى ومسك على ضرعها، فإذا بالشاه تتغير من شاة هزيلة إلى شاة نشيطة، ومن ضرع فارغ إلى ضرع ممتلئ باللبن والحليب. فطلب النبي عليه السلام وعاء، فحلبها بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، وملأ القدح فأعطى القوم فشربوا. أبو بكر وعمرو بن فهيرة وعبد الله بن أريقط، شرب الجميع. ثم شرب هو صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك، ثم أعاد القدح مرة أخرى فشربوا حتى سقوا وشبعوا. ثم أعطى المرأة، لا أدري أشربت أم لا، ولكن ملأ وعاءها بالحليب وتركه عندها ثم انصرف. فلما جاء زوجها أبو معبد قال: يا أم معبد، من أين لك هذا اللبن؟ قالت: والله جاءنا رجل مبارك، وبدأت تقص له القصة.
فقال لها: هذا محمد بن عبد الله صاحب قريش، وإني لأتبعنه إن شاء الله. فأسلم أبو معبد وأسلمت أم معبد. هكذا أسلما، وقد تشرفا بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في بيتهم. لم تنتهي القصة. يقول أهل السير أن هذه المرأة بعد فترة زمنية، طبعا هي عاشت إلى عهد معاوية بن أبي سفيان كما في ترجمتها والعلم عند الله. عاتكة بن خالد الخزاعية سار لها من الإبل واديا، ومن البقر واديا، ومن الغنم واديا، يعني أصبحت ثرية وغنية بالمال لأنها سقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف فضل الله يؤتيه من يشاء، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل قافلة أفول. هذه المرأة ساق الله إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعظم هذا الفضل، ما أعظم هذا الاصطفاء والاختيار. تخيل أن النبي عليه السلام يمر ببيتك، يطرق الباب: هل عندكم ماء؟ هل عندكم حليب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق يأتي إليك ببركته صلى الله عليه وسلم، يأتي إليك بالهداية والنور والبرهان. ولذلك وجهه فقط عليه الصلاة والسلام، في نظرة إلى وجهه صلى الله عليه وسلم تعرف أن وجهه وجه نبوة، وجه صدق. لا تستطيع أن ترده عليه الصلاة والسلام. مشاهدي الأكارم، هذا كان الموقف العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذه المرأة. وانظروا، يعني اقرأوا في ترجمة هذه المرأة، عاتكة بنت خالد الخزاعية أم معبد. اقرأوا في ترجمتها وانظروا إلى ما من الله به عليها من خير كثير. يكفي أنها دخلت الإسلام ونجت بنفسها. نعم، رضي الله عنها وأرضاها وعن زوجها، نسأل الله تعالى من فضله. هذان موقفان يبينان لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بدين الإسلام ودين العدالة. يستأذن صلى الله عليه وسلم: هل تأذنني أن أحلبها؟ يستأذن عليه الصلاة والسلام. بينما حينما تنظر إلى بقية بعض الظلمة والمجرمين الذين يأخذون أموال الناس بالباطل، ويأخذون أراضيهم وبيوتهم بحجج ادفعوا الضرائب وادفعوا كذا وكذا، ويأخذون هذا المال سحتا وبهتا، هؤلاء سوف يلقون حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله العظيم. مشاهدينا الأكارم، نكمل تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع النساء. قال: وإذا رأى إحداهن على خطأ أنكر عليها برفق ولين. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر على صبي لها، فقال: اتق الله واصبري. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا بل دائما يمر على القبور ويسلم على أهل القبر ويدعو لهم صلى الله عليه وآله وسلم. فمر ذات يوم ووجد امرأة تولول وتبكي وتصرخ، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. ماذا قالت؟ قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. شوف، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. وهذا سبحان الله، بعض النساء إذا قلت لها اتق الله، بدل أن تقبل وتقول اللهم اجعلني من المتقين وتهتدي ويعني تعود إلى الله، ترد عليك بعنف. هذا تشدد، وهذا يعني خارج، سيبني، أنت ما أصبت بمصيبتي، اتركني، سيبني في حالي، كل واحد يشوف شغله، كل واحد يشوف هكذا. وهذا خطأ كبير، خطأ كبير. هذه المرأة وقعت في خطأ كبير. اسمع القصة. قالت النبي عليه السلام: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فانصرف النبي عليه السلام، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت.
كأنه جاءها فجع كفجع وفزع الموت، فذهبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. الله. وهذا أيضا يدلك على أن هذا الدين دين حق، لأن الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده بوابين، يدخل عليه الغني والفقير وذا جاه، ويدخل عليه الإنسان العادي يعني الذي ليس له جاه، ليس عنده بوابين. لم يكن حتى تصل إلى الحاكم تحتاج أنك أنت يعني دون ذلك خرط القتاد، كما يقول شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير، دون ذلك خرط القتاد يقول لك، يعني حتى توصل مشكلة كبيرة حتى توصل للمسؤول وتحكي له همك. أما الأنبياء لا، أبوابهم مفتوحة وهم ينزلون في الأسواق ويمشون كما قال تعالى: وما لهذا الرسول يمشي وما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أيوة، هؤلاء هم الرسل، يعني أمرهم طبيعي جدا أنهم يمشون في الأسواق ويختلطون بالبشر ويسمعون مشاكل البشر ويعظونهم ويوجهون. هذه هي النبوة الحقيقية. قال: فلم تجد عنده بوابين. قالت: لم أعرفك يا رسول الله. فقال لها النبي عليه السلام: إنما الصدمة الأولى. والمعنى أن الذي يحمد عليه، الصبر الذي يحمد عليه وفيه أجر وثواب، هو الذي يكون عند مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعد ذلك فإن الأيام تسلو. يعني لما يكون عندك والعياذ بالله مصيبة في حينها، إذا أنت قلت إنا لله وإنا إليه راجعون يكتب لك الأجر. وفي حديث أم سلمة: من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. هذا حديث عظيم. هذا جزء بسيط من فضل هذا الدعاء: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. والآية الكريمة في سورة البقرة أفادت أن من يصاب بمصيبة، في قوله سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو الثواب؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم. الله أكبر، صلوات من ربهم. صلاة الله على العبد تعني أنه يخرجه من الظلمات إلى النور، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى عنه ويحفظه من كل سوء ويعتني به. هذا معناته أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، تنزل عليهم رحمة الله. وإذا نزلت عليك رحمة الله تبارك وتعالى نرجو ألا يسقط الله عز وجل عليك أبدا، أن نزول الرحمة تعني نزول الرضوان من الله سبحانه وتعالى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. بعدها قال: وأولئك هم المهتدون، هم الذين هم على الصراط المستقيم الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. أما من يولول ومن تولول وتشق الجيب وتلطم الخد وتشد شعرها، فهذه والعياذ بالله خرجت عن مرضاة الله سبحانه وتعالى، وكأنها تعترض على قضاء الله عز وجل، وهذه مصيبة كبيرة. ولذلك النياحة من كبائر الذنوب. أخواتي الفاضلات، النياحة من كبائر الذنوب. يجب على المرأة أن تكون مؤمنة في داخل قلبها ومؤمنة في خارج جسدها، وتري الله سبحانه وتعالى منها. الموت والمصيبة حق، والإنسان يبكي لا شك، بكاء ليس فيه اعتراض على قضاء الله، لا حرج، فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن الإنسان يولول ويصرخ ويشق الجيب وكأنه معترض على أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي لا يجوز. مشاهدي الأكارم، انتهى بنا الوقت وقد استمتعنا
قصتين عظيمتين، وهذه 3 قصص من تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع النساء. وهنا هو يعظ المرأة ويذكرها ويقول لها إن الأجر فاتك لأنك لم تصبرين في المرة الأولى، وليس هو المسألة ليست مسألة شخصية، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه أبدا، وإنما يغضب لشرع الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل مشاهدي الأكارم أن يجمعنا نحن وإياكم بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. حتى ذلك الوقت في الحلقة القادمة ألقاكم على خير، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، والسلام ورحمة الله وبركاته.